وبعد فترة كبيرة نرجع بقى لأكلنا المعتاد ونعمل مع بعض النهاردة وصفة خطيرة، وهنقول فيها شوية حاجات كده اهو تاخدوا بالكم منها وانتوا بتعملوا الملوخية وكمان وانتوا بتعملوا الفراخ المحشية. وصفتنا النهاردة من الوصفات القديمة للمطبخ القديم بس بطريقة حلوة، وهقولك على تريكات كويسة جدا تعملي بيها أكلة لذيذة واقتصادية زي بتاعة النهاردة. يلا بينا نبدأ الوصفة سوا مع بعض. هقولكوا على سر خضار اللون بتاع الملوخية، وكمان اللون بتاع تحميرة الفراخ ديت. هنقول شوية حاجات كده هو احنا شغالين. يلا بينا نبدأ الوصفة سوا مع بعض. أول حاجة هبدأ بالحشوة بتاعة الفراخ. حطيت بصلاية متقطعة، لا هي ناعمة ولا هي خشنة يا جماعة. أنا هستخدم حشوة الفريك، فيكي تستخدمي رز زي ما انت حابة أو أي وصفة رز بالخضار، أي وصفة انت عايزة تستخدميها. غسلت الفريك بتاعي ونقعته. بعد ما شوحت البصل في معلقتين من السمنة، نزلت الفريك بتاعي. هحط عليه بهارات 7 حبات، وهحط عليه فلفل اسود وكمان الملح. انا مشوحه الكبد والقوانص لوحدها هنزلها عليها. ممكن تقدري تعملي الحركه دي في الاول قبل ما تعملي البصل، مفيش مشكله. الحاجات بقى اللي انتوا يعني او كتير قوي بيقع منها اثناء تسويه الحشوات. الحشوات ما بتتسواش على نار هاديه لان احنا مش عايزينها سوا كامل. النار بتبقى عاليه، مع اول غلوتين 3 وشرب الميه او السائل اللي موجود بنطفي عليها ونسيبها تتهوى، وبعد كده نحشي بيها. اي حاجه بقى هتحشيها بحط لها ايه: بصله مبشوره، ملح وفلفل اسود. بفصل الجلد عن اللحم زي ما انتم شايفين كده، وببتدي اتبل الفرخ. سواء بقى هتتبلي، هتعملي بطه، هتحشي بطه، هتحشي حمام، هتحشي سمان، بنفس الطريقه بالظبط. تمام. الحشوة عندي أول ما تستوي، تلات ارباع سوا تقريبا او نص التسوية بتاعتها، بخرجها على حاجة عشان تبرد. وبعد كده ببتدي احشي الفرخة بيها من الداخل عادي، وكمان بين الجلد وبين الفرخة، وبقفلها. وأول ما بتنزل الفرخة في المية السخنة أو الحمام أو السمان أو البط، بينزل على الصدر بتاعه، بتنزل على صدر الفرخة مش على الظهر، عشان ما تفرقعش معاكي. هتسيبيها بقى المدة كويسة للتسوية، وبعد كده نشوف هنحمرها ازاي. الملوخية بقى، الشوربة معايا بيكون محطوط فيها كزبرة ناشفة، كزبرة ناشفة، فلفل اسود، توم مفروم، والملح بتاعك. و طبعا لو حابة انك تحطي سنة من السكر مفيش مشكلة خالص، بتديها اللون اللي انتوا شفتوه وبتديها تسكيرة وطعم حلو قوي. هبتدي بقى اقلب كويس جدا. بعد كده هحط الملوخية بتاعتي على البوتاجاز. ده شكل الفرخة يا جماعة. انا حمرتها بعد ما دهنتها بلبن، حط عليه ملح وفلفل اسود، زي ما بندهن السمان وزي ما بندهن الحمام. وده اللون اللي بتاخديه منهم، بيبقى اللون حلو قوي موحد بالطريقة دي. بعد ما الملوخية حطيتها على البوتاجاز، بصوا القوام بتاع الملوخية حلو قوي ازاي، وكمان لونها حلو جدا. انا بحب التقطيعة الخشنة دي بصراحة. حطيت بقى التوم بتاعي في سمنة او زبدة زي ما انت حابة، عليه فلفل اسود وعليه كزبرة ناشفة. ملوخية يبقى لازم كزبرة ناشفة، ما تنفعش من غيرها خالص. طيب الملوخية الجاهزة تقدري تعمليها بنفس الطريقة، بس أنا كمرمر بحب الملوخية الخضراء، سواء إذا كان في الوقت بتاعها أو حتى في وقت الشتاء. برضو بفضل الملوخية الخضراء كتير، بيبقى ليها طعم كده في التخريطة مع الثوم الفريش، ده حاجة تانية خالص. بصوا الريحة دي بتاخد كده قلب الواحد في حتة تانية. تعالوا نشوف القوام بقى بتاعنا عامل ازاي، واللون كمان عامل ازاي. بصوا الجمال، حاجة كده يعني من الآخر. وصفة النهاردة وصفة زمان بتاعة مامتي وجدتك، من الحاجات الخطيرة. ومفيش ملوخية ولا طبق رز بالشعرية إلا لما يكون معاه طماطم مخللة. لو مكملين معايا الفيديو لحد دلوقتي يبقى أكيد عجبكم. ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة، وما تنسوش كمان تعملوا لايك للفيديو عشان ينتشر لأكبر حد من الناس يستفيدوا بيه. أشوفكم بخير. كانت معاكم مرمر محمد من ميرو في المطبخ. باي باي.